طيب خليني افترض انه انا فيني ادفع لك المبلغ اللي بدك اياه كامل وكاش، بس يا ترى هي بس البضاعة المتوفرة عندك ولا لسه في؟ إذا مشت الطلبية فؤاد بيك نحكي بالمتوفر. أنا الحقيقة عم بطمح بشيء أكثر. لأي درجة؟ لا يروح فكرك لبعيد أبو عبد الله، بدي شيء خفيف بنحمل بالإيد وعلى الكتف. بالنسبة لنا يا فؤاد بيك كل شيء بنحمل خفيف، وطول ما عم نشتغل بالخفيف بنضل بأمان. إذا بدك تقلها بدك تفتح العيون عليك. إمتى بتسلمني؟ الليلة. وين؟ بسوريا. تجيب لي البضاعة؟ لا أنا بدلك على مطرحها وتبعت حدا من طرفك ياخدها. وبركي هو عم يستلم المساك؟ طبعا إذا غشي بده ينمسك. وإذا حدا خبر عنه بينمسك. فيني أسلمك هون، بس الكلفة بتزيد عليك شوي. قديش بتزيد يعني؟ الضعف. تعطيني نص حق البضاعة قبل التسليم والنص بعدين. وشو بيضمن لي إنه ما تكتفي بالنص الأولاني؟ ولو يا فؤاد بيك إذا بدنا نتم نحكي بالضمانات وما ضمانات ما رح نتفق. تعطيني نص حق البضاعة وخلنا نتفق على الاستلام والتسليم، وما عجبك في 100 زبون غيرك عم ينتظرني. طبعا أنا ما حأعطيك الرقم السري، عين البضاعة ببعث لك الرقم، نستلم ببعث لك الاسم الثاني. وهو كذلك. بعد بكرة 3 الفجر. بس وين؟ تيجي لعندي لهون وناخذك ونسلمك البضاعة. بستلم على الشط. بس فؤاد بيك ما في داعي أحذرك إنه أي محاولة. لا. أوكي. يلا سلام. ابو عبد الله صديقي، نسيت اقول لك شغله، الشنتايه محصنه. شو يعني محصنه؟ يعني لها رمز سري، فاذا حاولتوا تفتحوا الشنتايه بدون ما تحطوا الرمز السري بتحترق وبتحرق اللي فيها واللي حواليها. ولا يهمك فؤاد بيك ولا يهمك. باي. تشاو ابو عبد الله.